أعدت الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس برنامجاً لمراقبة المقاهي والمطاعم المصنفة والفنادق وفضاءات الترفيه، وذلك استعداداً للموسم السياحي الجديد وصيف 2025. وأكدت سهام بن مبروك المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للتجارة بتونس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء TAP أن هذا البرنامج سيركز على مراقبة جودة الخدمات وشرعية المعاملات في جميع هذه القطاعات. ومن جهة أخرى، تم منذ بداية السنة وإلى غاية 15 من مايو عام 2025 تسجيل 2324 مخالفة اقتصادية من قبل فرق المراقبة المشتركة، مشيرة إلى أن عمليات الرقابة متواصلة خلال عطلات نهاية الأسبوع وعلى مدار اليوم، بهدف التصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة ومعالجة شكاوى المواطنين بشكل فوري. وقد شملت عمليات المراقبة مختلف مستويات التوزيع بالجملة والتفصيل، ومراحل الإنتاج والوحدات التبريدية ومختلف الفضاءات التجارية. وخلال الأسبوعين الأولين من شهر ماي تم تسجيل 376 مخالفة، منها 127 في قطاع الخضر والغلال، و78 في قطاع اللحوم، و22 في قطاع بيع الدواجن، و131 في قطاعات مختلفة. أما فيما يخص العقوبات الإدارية، فقد تم اقتراح غلق 3 محلات لبيع الخضر بمنطقة العوينة بسبب الترفيع المفرط في الأسعار